الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وكان كيعيش حوالين المدينة واحد الرجل يهودي كان سميتو أهبان، أهبان بن أوس الأسلمي. هذا أهبان هذا كان يشتغل في رعي الغنم. واحد مرة من المرات كان كيرعى الغنم ديالو، فإذا به كيجي واحد الذئب وكيلتقط واحد الشاة من عنده. أهبان شافو، هز العصا وتبعو. الذئب اللي شاف أهبان جاي يتابعو طلق هذيك الشاة وهرب وطلق فوق هاد الصخرة وبرك فوق منها، ويشوف أهبان وقال ليه: يا أهبان أتحرمني من رزق ساقه الله إلي؟ أهبان شاف اليمين ديالو، شاف اليسار ديالو، ما لقى حتى شي واحد. قال: وعجبا، أذئب يتكلم؟ ويرد عليه الذئب قال لي: وأخبرك أعجب من هذا، رجل بين نخلات في المدينة يحدث الناس بما كان وما سيكون، إذا آمنت به دخلت الجنة. أهبان خلى الغنم وخلى الذئب